السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده هنكمل مع بعض سلسلة القوة بالدياجرام اللي انا كنت عامله. اخويا بيصحى، ما علينا. طبعا صوتي رايح بايظ خالص، مش عارف ما السبب، بس nothing can stop me motivation بقى وكده. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند تنظيم عواطف عقلك للسيطرة عليها. ننزل كده، ننزل ننزل ننزل. عندك بعد كده؟ القوة العلمية والصلابة الذهنية، وبكده لو انت ختمت الكام حاجة دول انت كده خدت يعني وصلت لأعلى ليفل في القوة العقلية. تمام. عندك بقى في القوة العلمية؟ عندك التعلم والثقافة أو الثقافة والعلم. تمام. دي القوة اللي بيكتسبها الدكتور بتاع الجامعة اللي قلت لك عليها المرة اللي فاتت. دي بقى هو اكتسبها منين؟ يا إما حد علمه، حد دكتور قبليه أكثر خبرة منه علمه، او ان هو قرا كتير وتثقف. فاهم؟ انت كل ما قريت كتير وكل ما سمعت الخبراء، هما الحاجتين دول حرفيا اللي بيحددوا انت هتحصل على القوة العلمية قد ايه. لو سمعت كتير من الخبراء وقريت كتير للخبراء برضو، يعني انت كده انت في تطور دائم كده، خلاص يعني ما بقاش غير مسألة وقت اصلا. تمام. حتى لو الثقافة والعلم كثرة الاستماع للخبراء وكثرة القراءة، هما الحاجتين دول بس. عندك حاجة اسمها عدم رفض المعرفة. الله، ما تكتفيش حضرتك، ما تكتفيش. انا عارف انت هتوصل لمرحلة هتقول انا خلاص انا بقيت كينج الشغلانة. تمام. بس انت كل ما تبقى كينج الشغلانة، كل ما انت محتاج تتعلم فيها اكتر. كل ما تحس ان انت جامد في الشغلانة، كل ما انت لسه باقيلك كتير تتعلم فيه. الناس اللي هدفها تتعلم حاجات كتير، فلو انت وصلت للمرحلة دي خلاص روح انقل، روح شوف حاجة تانية. بس لو انت عايز تكسر الليميتس في الحكايه دي، ما توقفش تتعلم ابدا ابدا ابدا. فطبعا عدم رفض المعرفه. بعد كل ده بقى هتعمل بلورة منظورك الخاص. ده اللي هو اللي انا عامله دلوقتي. يعني انت عارف هي عارف النقطه دي، هو ده اللي انا عامله دلوقتي. الدياجرام ده انا اللي عامله، انا اللي اخترعته بعد ما سمعت لناس كتير قوي وبعد ما قريت كتب. بعد كده انا كونت انا بقى طريقي، كونت مساري، وكونت نظريتي اللي انا جاي اشاركها دلوقتي. فبعد ما تقرا وبعد ما تتثقف وبعد كل ده، ما تاخدش كلامهم على انه مسلمات. عمر ما كلام اي حد هيتطابق 100% على حياتك، او هيتطابق 100% على اللي انت بتعمله، او على لان كل واحد يا جدعان ليه حياة مختلفة، لازم لها سيستم مختلف. انت فاهم؟ فبعد ما تاخد كل ده لازم انت تكون السيستم بتاعك الخاص، النظام بتاعك اللي تمشي عليه. قصدي يعني ان مفيش حد هيديك السيستم المثالي اللي بيمشي مع كل الناس. اللي هو يعني هو مفيش سيستم صح ومفيش سيستم غلط، في سيستم يناسبك وفي سيستم ما يناسبكش كده. بعد كده عندك بقى الصلابة الذهنية، وهنا سنسكت قليلا. ايه بقى يا اسطى الصلابة الذهنية دي؟ بيقولك يجب ألا تكون هشا أمام الآراء والمعلومات التي تتعرض لها من الآخرين. بص الحتة دي ادفانسد شوية. دلوقتي واحد ما تعرفوش ولا يعرفك وانت معدي في الشارع، اما الواحد ده راح شتمك في الشارع بصوت عالي، انت هتعمل ايه؟ انا بقول الناس هتنقسم نوعين. النوع اللي هيروح يمسك في خناق الشخص ده، وهيروح بقى يقول له انت ما انت بتشتمني ليه وانت مالك شغل خناقات بقى. ونوع تاني هيتصدم اصلا، اللي هو هو في ايه؟ هو انا عملت ايه؟ النوعين غلط. ليه بقى يا معلم؟ خصوصا النوع الاولاني اللي هو اللي هيتخانق. خد بقى الكبيره بقى، انت المفروض اصلا تعتبره مش موجود. المفروض الشخص ده تمشي عادي وتسيبه. وانا بقول من دلوقتي اهو، مش كل الناس هتفهم الحته دي، وفي ناس هتختلف معايا بالهبل على اساس يعني انا مشهور بقى دلوقتي الشخص اللي اتكلم وشتمك ده، هو عمل كده لان هو عايز كده. دماغه، هو عايز يشتمك. هو حرفيا ليه حرية ان هو يقول ان هو اللي هو عايزه. انت ما تقدرش تتحكم ويقول ايه، ما تقدرش تعمل له اي حاجة. والناس عارفة المعلومة دي، يعني الناس عارفة
ان اي حد ممكن يقول اي حاجه. دلوقتي كلام الشخص ده برضو يعني ايش ضمنك ان هو كلامه صح؟ الشخص ده كلامه ده قد يكون غلط، قد يكون صح، بالتالي مفيش دليل. ايه بقى اللي بيدي قيمة لكلامه وايه اللي بيختم على كلامه ان هو صح؟ ان انت تدافع، ان انت ترد، ان انت تخش في في الديبيت مع الشخص ده. فطول ما هو عمال يرمي كلام، هو كلامه مالوش قيمة. انت فاهم؟ عارف هيبقى ليه قيمة امتى؟ لما انت تعمل رد فعل، ساعتها كلامه يبقى ليه قيمة، ساعتها فعلا كلامه يبقى اذك. لكن وهو عمال يرمي كلام في الهوا، هو حرفيا بيرمي كلام. اصل فكر فيها كده، فكر فيها، هو اي حد ممكن يقول اي حاجه. انت فاهم؟ لو انت شايفه السر من بعيد كده، فلان شتم فلان، طب وايه يعني؟ طب ما اي حد يقدر يشتم اي حد، صح ولا لا؟ يعني واحد مثلا قال له انت كلب، خلاص خلاص بقى انا كده بقيت كلب يعني؟ ما هو ايه الدليل؟ ولا ايه اللي اي حاجه اصلا؟ ده هو رمى كلمه. كنت سمعت مقوله في بودكاست حلو قوي، بتقول لك ايه؟ لما تخش في خناقه مع خنزير، تتسخ انت بينما يستمتع هو. انت فهمت؟ فهو الاسلم ان انت ما تخشش اصلا في الطريق ده. عشان كده لو بتتابع بقى حد مشهور بجد بقى من الناس اللي هم على السوشيال ميديا دي، هتلاحظ ان هم بيردوا على 0.0001 من الانتقادات اللي بتجيلهم. لان معمعة الانتقادات والرد والهات والخد دي ملهاش فايدة، وما بتعملش حاجة غير ان هي بتثبت التهمة عليك اكتر. دي نقطة. النقطة التانية ان انت بقى ده بالنسبة للناس بقى، وبالنسبة للمجتمع والرياكشن والكلام ده. طب بالنسبة لنفسك بقى، تتعامل ازاي مع الحكاية دي؟ او هو انا كاتب هنا ايه؟ الا تكون هشا امام الاراء. يعني مش اي حد يجي يقول لك انت غبي، فايه ده؟ يا نهار اسود، هو انا غبي للدرجة دي؟ ريلاكس يا اسطى، في ايه؟ هو مين عشان يحكم عليك بالغباء؟ مبدئيا اصلا مفيش حد غبي عشان يكون في علمك، هو في ناس ذكيه في حته ومش ذكيه في حته تانية. خلاصه الكلام ان مش اي حد يقول لك كلمه تهزك، مش اي حد يقول لك كلمه كده خلاص تتوتر بقى، بتقعد تشك بقى، وتقعد بقى تعيد التفكير. عادة التفكير مش وحشه برضه للدرجه دي، بس ايه، مش في دي، مش في النقطه دي. مش اي حد يجي يقول لك رايه فيك تسلم برايه، اللي هو للاسف اكيد الشخص ده رايه صح. لا، مفيش حد رايه صح 100% ولا حد صح كده يعني. وبرضه المعلومات، يعني مش اي حد يجي يقول لك معلومه تاخدها منه مهما كان مصدر موثوق. يعني يستحسن ان انت تعدد مصادرك وتنوعها، بحيث ان المعلومه بتاعتك تبقى اقرب الى الصح. يعني كمان مش شرط تبقى صح يعني 100%. لان محدش بياخد الحقيقه الكامله غير اللي كان جواه. فايه، مش اي حد يقولك معلومه تصدقها، مش اي حد يقولك رايه تصدقه وتتهز، مش اي حد يقولك اي حاجه تاخدها كده وخلاص. هي دي بقى الصلابه الذهنيه، انك تعمل الحاجات اللي بتنافي توقعات الناس وعادي. مش اول ما تلاقي موجه من الرد، وموجه من الانتقاد، وموجه من بتاعته، تجيب ورا. عندك القوه البدنيه. القوة البدنية يا سيدي، أو بقى ممكن تقول عليها القوة الصحية. يعني واحد عنده صحة، قوة بدنية يعني عادي، فاهم؟ يعني مش شرط إنها القوة البدنية إن هو بادي بيلدر يعني. ممكن القوة البدنية الله يكون إنسان صحيح، وبتشمل برضو على فكرة القوة القتالية، بس إيه، بتشمل دي ودي. يعني هي القوة البدنية هي المظلة اللي تحتها كل الحاجات دي. فإيه، هي بتنقسم بالنسبة لي لأربع حاجات. يعني التمرين، والاكل الصحي، والنوم المظبوط، واي فن قتالي بقى. التمرين ده اللي هو ايه؟ اللي هو الهدف منه زيادة الكتلة العضلية في الجسم. هو ده الغرض من التمرين. ممكن بقى تلعبه في الجيم بالحديد، ممكن تلعبه بوزن جسمك، برضه ليها اشكال كتيرة اوي وبتوصل لفورمات حلوة. ممكن تلعبه يعني بأي حاجة، مفيش حجة يعني. بص، انا زي ما قلت البتاع ده، القوة البدنية دي اسهل قوة تكتسبها اصلا يعني، بمقارنة بالحاجات الباقية دي هي اسهل واحدة. بعد كده عندك اكل صحي. اكل صحي ده بقى اللي هو بيشمل ايه بقى؟ بيشمل زيادة بقى في شرب المية، الصودا، الصودا، كوكاكولا، بيبسي، بتاع اللي احنا بقينا بنشربها اصلا بدل المية. تمام، حاجة تانية يعني، دي مش ملناش دعوة. بعد كده عندك نو فاست فود. مش محتاجة اترجم يعني، مش محتاجة اترجم. ها، الناس اللي بتنزل
عم ابراهيم بتاع الكبده كل اتنين وخميس تضرب لها 3 4 سندوتشات كبده وسجق. خد بالك، انت مش عارف انت بتعمل ايه في نفسك، انت مش عارف انت بتعمل ايه في جهازك الهضمي. مش عايز اتكلم برضه. طبعا نو سكر، نو شوجر. تمام. وسبحان الله، دي الحاجه الوحيده اللي هي السكر دي اللي لو منعتها خالص هيبقى كويس. يعني اي حاجه الوسطيه فيها بتبقى هي دايما احسن حاجه، انك تتوسط في كل حاجه ما عدا السكر. لو منعته خالص كويس، يعني كل ما تمنعه اكتر كل ما يبقى احلى، لان هو كده كده اصلا بيخش لك من حاجات تانية كتير. فالسكر اللي هو السكر الابيض اللي احنا بنحطه في كل حاجه ده بقى، يعني ايه، هو ده خطر. ده حرفيا يعني يا جدعان، البتاع ده، السكر ده بدون مبالغه بخطوره الهيروين. والله يعني البتاع ده مش عارف اقولك عليه ايه، بس الناس بتستعمله بشكل يومي وفي كل حاجه. لدرجه ان الناس نسيت ان الحياه كانت حلوه من غيره. يعني هما بقوا شايفين ده الديفولت، الحياه بسكر ده الديفولت، ده الديفولت. وانا طبعا معاهم في الديفولت، يعني انا مش مش مانع السكر قوي، بس هو بنحاول يعني. اه انا نسيت اقول لك على فكره، انا مش شرط اصلا اكون انا حصلت اولا إنه مفيش حد بيحصل عليها كلها. يعني ال4 اركان دول مفيش حد بنهايه حياته بيكون مختمهم. لا، انت بتنشن على يعني بالكتير اتنين، يعني بالكتير قوي تلاتة، لكن هتكوش على الاربعه مستحيل. والله ممكن تكوش على الاربعه، بس انت محتاج تكون بني ادم ما حصلش. يا جدعان، السكر ثم السكر ثم السكر، البتاع ده سم، ده استهونش بيه. أنا كنت من فترة قدام الكورنيش، قدام بلبن ده اللي فتح في كل حتة، عليه الزحمة كده كده. يعني الناس بتروح هناك تاخد جوكمة سكر وتمشي حرفيا. اه ماشي. طبعا نوم مظبوط، نوم مظبوط. ليه بقى كم تعليق على النوم. اولا الناس اللي هي النايت اول اللي تقعد تقولك بقى انا بشتغل اكتر بالليل، انا ما بعرفش اشتغل غير بالليل، انا ما بنتجش الصبح، انا بس يا اسطى، بس ده كلام فاضي. مفيش اي حد بينتج احسن بالليل. الانسان الطبيعي بينتج احسن الصبح بس، ولا شيء غير الصبح. هتقعد تقولي انا بنتج بالليل انت بتنتج بالليل كويس، بس بتنتج الصبح احسن، ده اكيد. انت فاهم؟ يعني انت لو بتنتج بالليل كويس، فده اللي انت سيستمت حياتك على سيستم غلط. فيعني يعني يوم ما تيجي تعمل غلط بقى اعمله صح، فانت بقيت شغال بالليل كويس. بس انت لو صححت السيستم هتشتغل بالنهار احسن، وهتنام بالليل اريح. يا جدعان، النوم يعني دايما انا لما بيجي حد مزاجه مش شقلب، او موده مش حلو او حياته، بقول له روح ظبط نومك وتعالى. روح ظبط نومك وتعالى، ظبط هرموناتك وتعالى، ظبط دماغك وتعالى. لكن ما تجيليش بتنام طول النهار لحد بعد الساعة 12 الظهر وتستيقظ طول الليل وتقول لك اصل نايت اول. يا جدعان والله يعني على قد ما السايد ده سهل قوي ان انت تكتسبه مقارنة بالسايد السايدز الباقية، بس تأثيره جبار، جبار. يعني انت انا عايز اقول لك على حاجة. بص يا اسطى، اقول لك فين بيصغر منين. انت لو خدت السلايد ده بس كده، مش لازم الباقي، مش لازم الباقي، والله كفايه عليك. يعني انت هتعوز اكتر من كده. بتاع ده يعني كفيل ان هو لوحده يعيشك في سعاده لحد ايه، يوم وفاتك. تقول لي يا عبد الرحمن انت هتفاول عليا يا عم، يعني انت مش هتتوفى يعني فايه. نام الساعه 9 واصحى الفجر، ده اسلم مثال. يعني ممكن تغير، ممكن مثلا تنام الساعه 10 وتصحى الفجر، ممكن تنام الساعه 11 وتصحى الفجر برضو، بس هتقلل يعني في ساعات النوم. ممكن يا عم تنام الساعة 12 وتصحى الساعة 6 أو تصحى الساعة 7. يعني ايه اللي هو الرينج اللي انت بتحصل فيه على الليل كله، فترة الليل كله انت نايمها. هقول لك على حاجة، في غدة في الدماغ بتقع خلف العينين. يعني انت لو مش مدرك، فعصب عينك الشمال متصل مع فص دماغك الايمن،
وفص دماغك الايسر متصل مع عينك اليمين، فالعصب راكب فوق بعضه عامل زي تقاطع كده يا جدعان. جاي من العين دي شابك في الجنب اليمين، وجاي من العين اليمين شابك في الجنب الشمال، فعاملين زي تقاطع كده. تمام. بيقع بقى فوق التقاطع ده في النص كده غده، واخد بالك؟ في نقطه التقاء التقاطعين في غده. الغده دي وظيفتها ان هي بتعمل ايه؟ حاجتين: بتستشعر الضوء، وبتفرز هرمون الميلاتونين، والاتنين مقترنين ببعض. تمام. يعني هي لما الضوء بيصبح خافت والضوء بيصبح قليل بصورة نمطية في اليوم، ده بيخليها تفرز هرمون الميلاتونين بقوة. هرمون الميلاتونين ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيهيئ وبيأهب جسمك للنوم. بيحسسك بقى ان انت نحسان، ما بيخليك تشوف اي حاجة قدامك غير السرير، واول ما تستلقى على السرير، اول ما تحط دماغك بتستغرق في النوم على طول. تمام. والنقطة دي ده حلم بالنسبة لناس كتير. يعني في ناس بتاخد وقت وبتعاني عقبال ما تنام وهي على السرير. يعني هي بتقعد لها الاول ساعة ساعتين، ساعة ونص على السرير، بعد كده بقى تنام. ده لان هي مفيش نمط، مفيش سيستم مظبوط بيساعد النوم. يعني ايه؟ يعني انت ما بتنامش كل يوم في ميعاد محدد. وانا اقولك يعني زمان مثلا ايام الجاهلية كانوا دايما بيناموا من بعد صلاة العشاء ويصحوا على صلاة الفجر. ده السيستم المثالي المظبوط اللي احنا المفروض نمشي عليه. ده لان ايه؟ مع غروب الشمس الضوء بيقل، فتنشط بقى غدة اللي هي اللي مش عارف اسمها ايه، اللي هي بتبقى فوق عصب العين دي، وبتفرز ميلاتونين كتير، فبيخشوا في النوم بسرعة. يعني وبيقوموا بالنوم كويسين، ما بيقوموش مرهقين. الناس اللي بيناموا بالنهار خد بالك ما حدش يوم بيقوم جسمه مكسر. فلازم تخلي دايما في نمط للنوم، وما تجيش قبل النوم تبص في التليفون. الحركة بنت اللذينة دي، مش عايز اقول بس كلمة، يعني قبل ما ينام يبقى منور الضوء كله في عينه، وبعد كده بقى عايز ينام عدل. طب ازاي يعني؟ طب اقنعني. ده انت عملت كل الحاجات اللي تقنع جسمك ان ده مش وقت نوم، ازاي بعد ده عايز تنام؟ يعني انا شفت ناس ساعة ما الليل يجي وتطفي كل الانوار اللي في البيت. شفت بتوصل للمرحلة لحد ايه؟ بتطفي كل الانوار اللي في البيت عشان بس ما تلعبش في سيستم الدماغ بتاع النوم. لان الضوء اصل هقول لك كل ان في ضوء كتير زي اللي قدامي ده كده مثلا. يعني قدامي هنا شاشات واضاءه وبتاع ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها انا مستحيل انام بعديها. دي كلها اشارات بتوع على المخ ان ده وقت نشاط، وقت تركيز، وقت استيقاظ. ده بالعكس، ده هيقلل الميلاتونين جدا. طبعا بقى انا في نقطه هنا نسيت اضيفها، بس هضيفها دلوقتي وانا قاعد اهو. بص نو كا فا ماشي. المركب برضو، المركب الحيوان ده انا من كتر ما في ما في حقد من جوايا عليه مش هتتطرق ليه دلوقتي، عشان ده لازم له فيديو لوحده، وانا اوريدي محضر له فيديو، حتى السكريبت بتاعه كاتبه من يجي سنه، بس ما صورتوش مش عارف ليه. بس ابقى اتكلم عليه، لازم اتكلم على البتاع ده. بس حاليا كده اقطعه سكه ودغري يا اسطى. البتاع ده ما قربش منك. بتاع ده بقى يا اسطى اللي هو بيشمل ايه؟ انا عايز اعمل حاجات كتير هنا، بس هو يا اسطى يعني هو ماده كيميائيه وتصنف في كتب علم الادويه ان هي ايه؟ ماده منشطه ومنبهه للمخ. تمام. موجوده فين بقى؟ في البنادول. عشان كده بعد ما تاخد بنادول بتحس ان انت فايق. موجوده يا اسطى في كل المشروبات الطاقه. اي مشروب بيديك طاقه، اي مشروب بيحسسك بتركيز 100% في كافيين، او 98% في كافيين. مشروبات الطاقة، الريد بول والكودريد والحاجات دي، القهوة الفرنساوي والصيني والألماني، كل بقى أي قهوة بقى بتشربها كلها دي فيها كافيين. الشاي الأحمر والأخضر كله فيه كافيين. لا الأخضر الصح مش عارف يعني.
ويقولوا البتاع ده بيساعد على الاسترخاء، بس شقي. انا مش عارف يعني برضه هو فيه كافيين ولا لا. بس الشاي الاحمر فيه كافيين، ده اللي 90% من الشعب بيشربه دلوقتي. عندك برضه اللي هي المورو، الشوكولاتات، الحاجات دي فيها كافيين وفيها سكر يعني. ده لما بتاكلها انت كده بتضرب يا اسطى عصفورين بحجر، انت فاهم. دلوقتي عرفت ان الكافيين داخل في كل حاجه، فمش هتعرف تقطعه كليا، بس يعني يا اسطى قلله، فاهم. قلله، قلله خالص. يعني انا في الاول في فيديوهات اللي يفتكر كنت لازم اشرب شاي. دلوقتي لا، ما بشربش شاي ولا حاجه. اشربوا ميه يا جدعان. ايوه والله، ايوه والله العظيم طعمها حلو. ما فيهاش لا سكر ولا فيها كافيين ولا فيها اي حاجه. واخدين بالكم يعني ايه؟ الدنيا كويسه يعني وقشطه وما فيهاش حاجه. اشربوا ميه. اه، نسيت اقول لك على حاجه كمان في المركب ده. فاكرين الغده اللي هي اللي انا قلت لك اللي بتقع فوق التقاطع دي بتاعت الميلاتونين؟ ده بيعطل الميلاتونين، ده بيعطل مستقبلات الادينوزين في الغده دي. فبعد كده ما بيبقى الميلاتونين بتاعها ملوش فاعليه وما بيأثرش على الجسم. فالناس بقى اللي بتشتغل جنب القهوه، بيبقى وهو قاعد بيشتغل انت بتحس ان انت نعسان لسبب ان ميعاد نومك جه. خش نام يا اسطى. لا، يقوم قلب له مج قهوه كامل، يضيع الميلاتونين، يضيع تاثير الميلاتونين. تمام. انت لا شعوريا انت كده بتهلك وبتدمر اجهزه جسمك. انت عارف كانك ماشي على الطريق السريع وانت جايب الغيار الاول. لا انت اللي ماشي بسرعه ولا انت اللي رايح من المكنه. فيا اسطى خش نام، خش نام. حتى شوف كاتب لك كده شرب الميه اهو، اهو شرب الميه. يعني هو اصلا مش هتكتفي بيه كبديل للكافيين بس، هو اصلا لوحده بيديك فوائد تاني. اللي كده عندك اخر ايه؟ اخر حاجه بقى فن قتالي. اللي بيعملوا الفن القتالي غير الدفاع عن النفس، عشان دي كلنا عارفينها ان هو بيديك ثقه. تمام. وغير كده يعني اقل ناس تلاقيها لبش هي الناس اللي تعرف فن القتال. هقول لك على حاجه. دلوقتي انت دخلت في خناقه مع واحد، قد تخسر قد تكسب قد تضرب قد تضرب، فانت ما قدامكش حل غير ان انت تحاول قدر الامكان ان انت تكسب في الخناقه دي. انت اتحطيت في موقف ولازم تعدي منه. تمام. ده طبعا غير ان انت لازم تثبت كفاءتك بقى في ان انت ايه، تبيت الشخص ده. دي الحالة التانية بقى لو انت متعلم فن قتال يعني كويس، بوكسنج بقى ولا كاراتيه ولا اي حاجة، فانت عارف ان اللي قدامك ده يعني بنسبة كبيرة هو هيبقى اضعف منك بكتير. فانت عارف انت لو مسكته هتسويه بالارض. هتحاول تعمل كل حاجة عشان ما تبدأش الخناقة دي. انت فاهم؟ لما تكون المعركة محسومة فانت مش محتاج تثبت حاجة من الاخر. لكن لما تكون مش محسومه في احتماليه انك تخسر، هتبقى محتاج تثبت ان انت اقوى، محتاج تثبت ان انت تقدر تكسب، محتاج تثبت مكانتك. لكن لما تكون انت قوي وواثق في قدراتك، واثق في اللي انت تقدر تعمله في البني ادم الغلبان اللي قدامك ده، مش هتحتاج تثبت حاجه يا اسطى. بالعكس يعني هتحاول تتلاشى المواضيع دي وهتحاول تتجنب الحكايه دي، حتى لو انت عارف ان انت هتطلع كسبان في الاخر. وده بيصحح بقى معتقد خطأ عند كل الناس اللي متعلمين بوكسنج ولا اللي عندهم كتلة عضلية كويس، دايما بقى غاشقين في الخناقات وفي الحوار. لا تلاقيهم اكتر ناس تلاشيا للحاجات دي. بس اهم حاجتين دول يا جدعان، دول فوكس على دول بس كده. انا هكتفي دلوقتي بالحاجتين دول. خد بالك، وبقى في السلاسل الجاية هشرح اولا القوة التأثيرية، وفي الاخر بقى الغول الكبير، القوة المالية. تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحة لتعبر فيها عن رأيك بكل حرية. السلام عليكم.